عملت معاكم في غدا النهارده وصفه كلنا بنحبها. عملت مكرونه سباكيتي. بصوا يا حبايبي زي ما انتم شايفين معايا، وكمان عملت بانيه. شوفوا معايا القطعه متماسكه ولونها خطير. اتبعوا النصايح اللي انا قلت لكم عليها، هيطلع معاكم بانيه تحفه. من جوه كمان بسم الله، شوفوا كده من جوه مستويه يا جماعه، روعه. هتجربوها بنفس طريقتي والطعم كمان هيطلع معاكم تحفه. والمكرونه ما شاء الله الصلصه بتاعتها خطيره، طالعه معايا مش معجنه ولا حاجه، والطعم يا جماعه روعه. خليكم معايا لاخر الفيديو علشان تشوفوا الوصفات الحلوه دي عملناها ازاي، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. ودلوقتي هجهز التتبيله اللي هنعملها للبانيه. احط بصله كبيره مبشوره، عندي كمان طماطمايه صغيره مبشوره، وعندنا 2 معلقه كبيره من الخل، وهنحط كمان عصير ليمونه. الليمون والخل مهمين جدا علشان بنضيع بيهم اي ريحه زفاره للفراخ. اساسي عندنا الفلفل الاسود والزنجبيل. الزنجبيل يا جماعه خطير خطير، بيشيل اي زفاره موجوده للفراخ ويخلي طعمها وريحتها خطيره. عندنا كمان الملح. باقي الحاجات يا جماعه دي اختياري، وتقدروا تحطوا اي حاجه من عندكم. حط شويه زعتر، كزبره ناشفه، وشطه حسب الرغبه. لو عايزين تحطوا بهارات فراخ او اي حاجه تاني من عندكم براحتكم خالص. زي ما اتفقنا الفلفل الاسود والزنجبيل اهم حاجه انا بضيفها. احيانا البصل والطماطم انا بصفيهم من المصفى وبستخدم الميه بتاعه البصل والطماطم، واحيانا بعمل كده زي ما انتم شايفين، يعني عادي زي ما تحبوا. ريحتها يا جماعه جميله جدا. نبدا نحط الفراخ بتاعتنا. عندنا نص كيلو من صدور الفراخ، هبتدي انزله بسم الله. نقلب الفراخ كويس. عاوزه كل القطع يا جماعه تتغطى بالتتبيله. تقدروا تتبلوا الفراخ قبلها بساعتين 3، او ممكن تتبلوها ليله كامله زي ما انا بعمل دلوقتي. يعني انا هعمل بانيه بكره ان شاء الله، من بالليل ببتدي اتبل الفراخ، بتدينا طعم احلى، وكمان بتوفر لي وقت كبير وانا بجهز الغدا بتاعي. دلوقتي هنغطي الفراخ بتاعتنا كويس وهنحطها في التلاجة. ودلوقتي هنجهز مع بعض الصلصه. حطينا الطماطم في الخلاط، حطيت حله على النار فيها ميه، وحطيت شويه ملح. الحله دي اللي هعمل فيها المكرونه. في صينيه تانية حطيت شويه زيت وهبتدي اعمل معاكم الصلصه. دلوقتي حطيت الطماطم في الزيت. الطماطم براحتكم يا جماعه، ممكن تصفوها او ممكن تخلوها كده زي ما هي، دي حاجه ترجع لكم. هحط معلقه سكر، ودي مهمه جدا علشان بتعادل حموضه الطماطم وهتخلي الصلصه بتاعتنا طعمها يبقى مسكر. هنضيف كمان الملح، وهحط رشه من القرفه، دي حسب الرغبه يا جماعه، بس بتدي الصلصه طعم مميز. هحط كمان شطه الكميه اللي انتوا عاوزينها. واهم مكون معانا وهو الفلفل الاسود، طبعا بيخلي الصلصه بتاعتنا طعمها خطير. هنقلب كل المكونات مع بعض ونسيب الصلصه بتاعتنا تتسبك، وهوريكم شكلها بعد ما تتسبك معايا. دلوقتي جهزت الطبقه اللي هنغطي بيها الفراخ بتاعتنا. شوفوا معايا الخلطه اللي هغطي بيها الفراخ عباره عن بقسماط ودقيق ونشا وملح. البقسماط يا جماعه انا بحطه ضعف كميه الدقيق، والنشا حطيت معلقتين من النشا، وحطيت ملح، ما حطيتش حاجه تانية علشان الفراخ بتاعتنا فيها كل التوابل اللي انا عاوزاها، فمش محتاجه اكتر من كده. طبعا قلبتهم كويس. ودلوقتي هطلع الفراخ من التلاجة علشان نبدا مع بعض نجهزها. دي الفراخ بتاعتنا طلعتها من التلاجة. زي ما انتم شايفين معايا لازم نتخلص من البصل المبشور والطماطم المبشوره. لو ضفنا البيض وحبينا نحط الطبقه بتاعه التغطيه اللي هي البقسماط والدقيق هتفك معانا علشان الحاجات دي موجوده. طبعا انا دلوقتي اشيل كل الحاجات دي من الفراخ واحط الفراخ في حاجه تانية. لو حابين تختصروا الخطوه دي ممكن من البدايه تصفوا البصل والطماطم وتعصروهم كويس وتصفوهم، علشان اللي مش حابب يا جماعه يعمل الخطوه دي.
خلاص كده دي اخر واحده معايا. خلصت كل الكميه زي ما انتم شايفين. طبعا الحاجات دي هتخلص منها. جبت البيض وضربته كويس وابتدي احطه الفراخ. هقلب الفراخ كويس مع البيض. عايزاها تتغطى كويس. في ناس يا جماعه بتاخد كده بالواحده وتحط في طبق بيض وبعدين في بقسماط. انا كنت بعمل كده في البدايات، لكن لقيت ان دي افضل طريقه توفر الوقت ومنجزه بصراحه. هنبتدي ناخد الفراخ ونحطها في البقسماط. بطلع الفراخ بايد والايد التانيه ابتدي احط البقسماط كده على الفراخ بالشكل ده، واضغط بايدي كده علشان الطبقه اللي من فوق تمسك كويس في الفراخ زي ما انتم شايفين. وزي ما اتفقنا البصل المبشور لازم يتشال كويس علشان الطبقه اللي من فوق ما تفكش معايا. نفس الحكايه هكرر بالشكل ده. اضغط كده زي ما انتم شايفين. خلصت كل كميه الفراخ وغطيتها بالبقسماط. خلاص اهي معايا. هاخدها يا جماعه هحطها 10 دقايق في التلاجة وبعدين هنبتدي نقليها مع بعض. زي ما انتم شايفين خلاص تقلت واتسبكت ممتازه. وهنا كمان جبت زيت وحطيت فيه توم مفروم وابتدي اقلبه. ريحه التوم جميله. في ناس يا جماعه بتعمل المكرونه الاسباجيتي ببصل، وانا احيانا بعملها كده بس جنب البانيه، مش بضيف بصل، يدوب التوم كده وخلاص علشان ما تبقاش تقيله. لكن لما بعملها لوحدها جنب البطاطس بعملها بالبصل والثوم. خلاص كده اول ما الثوم يبقى دهبي شويه هضيفه للصلصه. بسم الله. الله ريحه جميله. خلاص كده ادوقها واظبط الطعم، اشوف الصلصه لو محتاجه ملح. بحب بعد ما تتسبك ارش فلفل اسود يبقى الطعم جميل. خلاص كده الصلصه جاهزه معانا علشان اضيفها للمكرونه. ودلوقتي هنبتدي مع بعض نقلي البانيه بتاعنا. بسم الله. اهدي النار شويه عشان الزيت سخن معايا. مش عايزه الزيت يبقى سخن جامد والطبقه اللي من بره تتحرق والبانيه من جوه ما يبقاش مستوي. انا ههدي النار. بسم الله. دلوقتي هنبتدي نقلب الفراخ ونخلي بالنا يا جماعه ما نلمس الفراخ خالص وهي لسه الطبقه اللي من فوق طريه، علشان كده ممكن تفك معانا. لازم نستنى. بصوا الطبقه بقت متماسكه، علشان كده انا بقدر اقلب بسهوله اهو. لازم نتاكد ان الطبقه مش طريه. وبعدين ابتدينا نقلب. ان شاء الله الريحه عاوزه اقول لكم خطيره. الناحيه التانيه تستوي وهبتدي اطلع الفراخ. هقلب الكميه كلها وهوريكم الكميه كلها على بعض. دلوقتي الميه بتغلي. هبتدي احط المكرونه، والمكرونه براحتكم ممكن تكسروها نصين كده زي ما انا عملت او ممكن تخلوها بالطول زي ما تحبوا. اتابع المكرونه في التسويه. وطبعا يا جماعه لازم في الفتره دي هنقلبها. طبعا هقلبها كل كام دقيقه كده علشان اتاكد انها مش تلزق معايا. واول ما تستوي ان شاء الله هوريها لكم. خلاص كده المكرونه بتاعتنا استوت. هاخدها واصفيها وبعدين نحطها في الصلصه. هبتدي اخد الصلصه واحطها على المكرونه. ما شاء الله يا جماعه شايفين معايا اللون بتاع الصلصه.
والقوام بتاعها رائع وطعمها كمان يا جماعه خطير. ابتدي كده اقلب. دلوقتي خلاص المكرونه جاهزه معانا. ابتدي دلوقتي احط الغدا معاكم. ما شاء الله يا جماعه زي ما انتم شايفين معايا ريحتها خطيره ولونها كمان خطير، روعه. ظبطها كده معاكم. قدمت جنب المكرونه البطاطس، وهقدم كمان البانيه زي ما انتم شايفين يا جماعه. هوريكم القطعه ما شاء الله، شايفين ما شاء الله الطبقه اللي من فوق متماسكه جدا، خطير، لون خطير والريحه والطعم روعه. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس. مع السلامه، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.